صباح الخير. هو كده الشتاء أول ما يدخل بنبقى عايزين نعمل مخبوزات كتير عشان نفطر بيها الصبح مع كوباية الشاي بلبن. بدأت معاكم قبل كده، عملنا كذا وصفة من المخبوزات. النهاردة هعمل معاكم نواعم الأفران بالسكر والسمسم، وصفة سهلة جدا وبسيطة، بعجينة كمان سهلة جدا ونتيجة تجنن، هشة وطرية. أحلى حاجة ممكن نفطر بيها الصبح. بس قبل ما أبدأ معاكم فيديو النهاردة، لو انتوا أول مرة تشوفوني أنا فاتن عوض، يلا بينا نعمل مع بعض شوية قرص بالسمسم والسكر يجننوا. المقادير اللي هحتاجها عندي هنا: نص كيلو من الدقيق، دقيق المخبوزات او الدقيق متعدد الاستعمالات. هنزل عليه بمعلقه كبيره كده مليانه من الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره كمان من السكر. هنزل كمان برشه من الملح، ودي المقادير الجافه كلها اللي احنا هنضيفها عليهم. هنزل بثلاث معالق كبار من الزيت النباتي العادي جدا، وهديهم تقليبه كده مع بعض الاول بالمعلقه عشان اتاكد ان السكر والخميره توزعوا كويس جدا جوه كميه كمان الدقيق. بعد كده عندي هنا كوباية من اللبن الدافي، ممكن تستبدلوها طبعا بمية دافية، بس اللبن بيديها كمان طعم حلو وكمان قوام أغنى بكتير. بنزود اللبن بالتدريج شوية بشوية، وبنبدأ كده بنعجن العجينة لحد بس ما تبدأ تلم معايا عجينة، ما تكونش بتلزق وما يكونش فيه أي أثر للدقيق في الطبق أو في البولة اللي احنا بنعجن فيها. اول ما لميناها زي ما انتوا شايفين مفيش اي اثر خالص للدقيق، ببدا بعد كده باخدها قدامي على الرخامه، ودي اهم خطوه طبعا في اي معجنات، وهي خطوه العجن. ببدا بعجنها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين علشان العجينه عندي تكون ناعمه وسطحها ناعم. الخطوة دي في أي معجنات بتطلع لكم المعجنات هشة وطرية، وكمان القوام بتاعها بيكون حلو جدا. بعجنها كده لمدة دقيقتين تلاتة قدامي على الرخامة لحد ما التلزيقة اللي فيها دي تختفي، وتبقى عندي كده عجينة سطحها ناعم. اول ما وصلنا خلاص بالشكل ده، هبدأ هجيب الطبق اللي احنا كنا بنعجنها فيه، هدهنه دهنة خفيفة جدا من الزيت، وهنزل فيه بالعجينة، هغطيها بفوطة وسيبوها في مكان دافي. طبعا موضوع التخمير بيختلف عشان الشتاء والجو البرد، فهتاخد معاكم ممكن من ساعة إلا ربع لحد ساعة. هنجهز في الوقت ده الحشوة بتاعتنا. هحتاج ربع كوباية من السكر وعليها معلقة كبيرة من الدقيق، وهقلبهم مع بعض. الدقيق هنا بيحافظ لي ان السكر في القرص من جوه ما يعملش فاصل كده ما بين سطح القرص والارضيه بتاعتها، ويدوب كده بشكل حلو. الخميره بتاعتنا بعد ما اتخمرت، تعالوا كده نبدا نقطعها بقى القطع حجم بعض. هناخد العجينة بتاعتنا قدامنا على الرخامة، وبنبدأ بقى بنقسمها على حسب حجم القرص اللي انتوا عايزينه. النص كيلو على فكرة هيعمل لكم تقريبا من 18 ل 20 حبة من القرص، يعني كمية كبيرة من النص كيلو. طبعا برضو على حسب انتوا عايزين القرصة كبيرة ولا كمان صغيرة. بالسكينة بحاول على قد ما اقدر ان انا اقطعهم كلهم يكونوا حجم بعض عشان يطلع حجمهم متساوي في الاخر. بعد كده باخد قطعة قطعة منهم، وببدأ بلمها الأطراف من تحت كده وبلفها بإيدي على الرخامة. الخطوة دي بتخلي سطحها يكون ناعم كمان ومش متشقق بعد كده في التسوية، ويكون زي ما احنا بنجيبها من بره. الخطوة دي مش هتاخد معاكم وقت كبير، بس دي أهم خطوة برضو في المعجنات، إن احنا نلمها كويس. بنلم الأطراف من تحت بإيدينا وبعدين بنبرمها بالشكل ده. اول ما بنخلص كل الكميه بتاخدوا بقى واحده واحده منهم، بفردها قدامي وبحط جواها قد معلقه صغيره طبعا من الحشوه. واهم حاجه بقفل الاطراف من تحت كويس جدا، علشان لما تدخل الفرن وتتخمر بعد كده ما تتفتحش من تحت والسكر يسيح وتلزق معاكم في الصينيه. فتأكدوا ان انتوا قفلتوها كويس جدا من تحت في بعد ما تحشوها. برضو بنخلص كل الكمية بنفس الطريقة بالشكل ده، وبرضو بنلفها عشان نحافظ كمان على سطحها يكون ناعم. مش هتاخد معاكم وقت كتير زي ما قلت لكم. بعد ما خلصناهم حشو كلهم، باخد واحدة قدامي وبفردها بالشكل ده بالسمك اللي انتوا عايزينه. طبعا القرص كل ما بترتاح كل ما بيكون الفرد بتاعها اسهل بكتير، وبتسهل عليكم كمان الموضوع. زي ما قلت فردوها بالسمك اللي انتوا حابينه، بس السمك ده حلو جدا علشان لسه لما هتخمر وتدخل الفرن يكون سمكها مظبوط جدا.
عندي صينية يا دوب دهنتها دهنة خفيفة جدا من الزيت، وبنبدأ بنرص فيها القرص. سيبوا ما بينها مسافة مش كبيرة، هي هتخمر في الفرن بس مش هتلزق في بعض، بس نديها مساحة ان هي تستوي كويس. عندي بعد كده شوية من اللبن مع شوية من القهوة، والخلطة دي اللي انا دايما بقول لكم بدهن بيها وش المعجنات، بتديني لون وريحة تجنن اي معجنات. بدهن سطح القرص بتاعتي بالشكل ده لحد ما نخلصهم كله. بعد كده عندي هنا خليط من السكر مع السمسم. طبعا انتوا تقدروا في المرحله دي تاخدوها وتغطسوها في السمسم لو انتوا عايزين بقى كميه السمسم كبيره على الوش، او تعملوا زي ما انا عملت، ان انا برش عليها الخلطه بتاعه السمسم والسكر مع بعض على حسب بقى الكميه اللي انتوا عايزينها على الوش. اول ما نوزع كل الكميه بتاعه السمسم والسكر، بنسيب القرص ترتاح 10 دقايق مش اكتر من كده، يا دوب بس حجمها يرتفع شويه ويتضاعف. وبكون عندي مسخنه الفرن على درجه حراره 180 او درجه حراره متوسطه على حسب الفرن عندكم طبعا. وهتاخد معاكم تقريبا من 15 ل 20 دقيقه على حسب بقى ما تستوي وتاخد اللون الحلو كده من فوق ومن تحت وترتفع. طبعا دي كل الكمية، شايفين حجمها بعد ما ارتاحت 10 دقايق، ولسه كمان هترتفع تاني في الفرن. هندخلها الفرن ونخرجها وهوريكم شكلها. القرص بتاعتنا اول ما تخرج من الفرن غطوها بفوط عشان تفضل طريه، وقدموها بألف هنا. بتهيألي مفيش اسهل ولا اسرع من كده وصفه ممكن تعملوها في الشتاء، تفطروا بيها الصبح مع كوبايه الشاي بلبن، هشه وطريه وبجد طعمها حلو جدا. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولسه عندنا وصفات مخبوزات جايه كتير. كالعاده كنت انا معاكم فاتن عوض، اشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفه الجايه، والسلام عليكم.